اليوم أساس الكلام تاعنا راه في تحصين البلاد أمنيا واقتصاديا. يبقى كيفية التسيير الداخلي سياسيا، واللي ينبثق عنه مشاريع سياسية أخرى، هذه نتناقشوا فيها. اليوم المشكل مطروح في كل دول، مش غير عندنا. كاين اللي يحب التسيير المباشر، كاين اللي يحب ربما نفوتوا النظام برلماني، كان اللي يحب يزيد يكرس النظام الرئاسي، كان اللي يحوس يدير هيئة استشارية خارج إرادة شعبية نتاع البرلمان ونتاع كذا. كاين أفكار، هذه أفكار. أنا مانيش ضد، ولكن ندير الحوار هذا مؤسساتي ولا نديرو جماهيري. جربناها التجربة طويلة تاع الجزائر في الأمور هذه. نديرها مع الأحزاب الفاعلة في الساحة ممكن بدون ما نقصي الآخرين. وهذاك علاش رانا بتقريبا في 5 شهور نحاولوا نمروا قانون الأحزاب. وقانون الأحزاب قلت أنا ما يندارش بدون الأحزاب. نحدوا سياسة نتاع أحزاب وكيفية خلق أحزاب، وما هي الالتزامات تاع الأحزاب، ما هي الالتزامات تاع الدولة مع الأحزاب إلى آخره. ثم الحوار يجي سهل. لما نجتمع مع 15 20 تيار نشوفوا الأغلبية، نشوفوا واش يخرج واش ما يخرجش.